السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة القمر دي بطريقة سهلة جدا وبمكونات متوفرة عندنا في كل بيت. ووداعا بقى لفشل الكيك وهبوط الكيك، وهقولك ازاي تحافظي على ارتفاعها وعمرها ما هتهبط منك ابدا باستخدام مكون موجود عندنا في كل بيت. وكمان هقولك ازاي لونها هيطلع معاكي فاتح جدا، وازاي تطلع معاكي هشة جدا مش مكتومة. وكمان طريقة التسوية الصحيحة، يعني لو أول مرة تعمليها تطلع معاكي إن شاء الله ممتازة جدا. ولو أول مرة تشوفي قناتي أتمنى إنك تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة بعملها. وما تنسيش تعملي لايك وشير كتير لأصحابك وقرايبك عشان يدعولك على الوصفة الجميلة السهلة دي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ في وصفتنا. اول حاجة معايا 3 بيضات. مهم جدا يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة، يعني لو البيض في التلاجة طلعيه قبل ما تعملي الكيكة بحوالي نص ساعة. الخطوة دي مهمة جدا عشان تحصلي على الكيك مرتفع وهش جدا. تمام كده. هضربه كده بالمضرب اليدوي، ولا هستخدم مضرب كهربائي ولا خلاط، يعني مفيش اسهل من كده. هضرب البيض كويس جدا لغاية ما يعمل معايا فوم بالشكل اللي هتشوفيه معايا دلوقتي ده. تمام كده. بعد كده بضيف بقى معايا كيس من الفانيليا، طبعا عشان زفارة البيت، سواء بقى فانيليا باودر او فانيليا سايلة، اللي متوفر عندك في البيت استخدميه عادي جدا. تمام كده. وهضربه برضو كويس جدا كده لغاية ما الفانيليا بتاعتي تروح مع البيض. تمام. وبعد كده معايا 1.25 كوباية من السكر. حباه مسكرة اكتر تقدري تستخدمي 1.5 كوباية من السكر، بس 1.25 كوباية بتكون مناسبة جدا. ومهم جدا يكون السكر بتاعي لونه فاتح، لونه ابيض كده، طبعا ده بيفرق معايا بعد كده ان الكيكة يطلع لونها فاتح مش غامق. تمام. وهنقلب كويس جدا كده لغاية ما نحس ان القوام بدأ يتقل شوية، وهنلاحظ كمان ان لونه فتح بالشكل ده كده. هو ده القوام المطلوب. بعد كده معايا 1 كوباية من الحليب. يفضل الحليب يكون دافي او بدرجة حرارة الغرفة، يعني برضو ما ينفعش ان انا اطلعه من التلاجة واستخدمه على طول. الافضل ان انتي تدفيه شوية عشان يديكي نتيجة حلوة جدا، بتفرق معايا جدا في ارتفاع الكيك. تمام. هنضربه كده كويس جدا زي ما انت شايفة معايا بالشكل ده. معايا كمان نص كوباية من الزيت، زيت عباد او زيت ذرة اللي متوافر عندي في البيت استخدميه عادي جدا، مش هيفرق في وصفتنا خالص، بس مهم يكون الزيت نوع كويس عشان ما يكونش بس ليه ريحة. تمام. هضرب كده المكونات السايلة كويس جدا، شايفين بالشكل ده، لغاية بس ما الزيت يندمج معاها. معايا كمان بقى ايه؟ 2 معلقة كبار من الزبادي. الزبادي بيفرق جدا في هشاشة الكيك، وبيحافظ برضو على الارتفاع بتاعها، عمرها ما هتهبط منك ابدا. تمام. هنقلبه كده كويس جدا. طب لو ما عنديش زبادي تقدري تحطي معلقة من الخل على كوباية الحليب اللي احنا حطيناها، وتسيبيها حوالي 5 دقايق قبل ما تحطيها على المكونات بتاعتك. تمام. معايا بقى المنخل. الخطوة دي يا حبايب قلبي مهمة جدا. كده خلصنا المواد السائلة، هنبدأ بقى في المواد الجافة. اول حاجة معايا 2.5 كوباية من الدقيق. اي دقيق متوفر عندك، سواء دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق مخصص للكيك، مش هيفرق خالص في وصفتنا. الدقيق الموجود عندك في البيت استخدميه عادي جدا. اهم حاجة معايا النهاردة ان انا انخل المواد الجافة وهي نازلة على المواد السائلة، سواء عندك بقى منخل او مصفى سلك، يعني مهم جدا ان هو يتنخل، لازم يتنخل. حتى لو انت نخلاه قبل كده لازم تنخليه وهو نازل على المواد السائلة. للناس اللي بتقعد تسأل هي ليه الكيكة بتاعتي بتبقى مكتومة مش هشة، هو ده السبب حبايب قلبي. لازم تنخليه كويس جدا وهو نازل على المواد السائلة. معايا كمان 2.5 كوباية من الدقيق، وهحط عليهم معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر زي ما انت شايفة معايا كده، او خميرة الحلوى. تمام. بالشكل ده كده. وببتدي ان انا انخله، ومعايا طبعا ذرة صغيرة جدا من الملح، وبقلب المكونات دي كلها كده كويس جدا مع بعض. شايفين؟ طبعا انا لسه ما قلتلكوش على المكون المهم جدا اللي هيفرق معايا جدا في نجاح الكيك. معايا كمان بصوا، شايفين معايا بقى ايه؟ معلقة كبيرة من الخل الابيض. الخل الابيض بتاعنا عادي جدا المتوافر في كل بيت، هناخد منه معلقة واحدة بس. اولا ده محسن طبيعي، بيحافظ لي على الارتفاع بتاع الكيك، وكمان بيديني، شايفين لون العجينة بتاعتي لونها فتح جدا بعد ما حطينا معلقة الخل، بيحافظ لي على لونها، ومحسن طبيعي. وطبعا عشان زفارة البيض بيمنع لي اي ريحة لزفارة البيض.
بصوا بقى، انا بحب استخدم الصواني الالومنيوم بصراحه اكتر حاجه، لانها بتوزع الحراره حلو جدا اكتر من الجرانيت او التيفال. انا بصراحه في استخداماتي كلها للكيك بالذات بحب استخدم الالومنيوم. طبعا بحط شويه زيت وببدرهم كده بالدقيق عشان لما اجي اقلب الكيك تنزل معايا بكل سهوله. شايفين بالشكل ده. هبتدي بقى انزل بالعجينه بتاعتي. شايفين القوام بتاعها؟ هو ده القوام المطلوب، يعني نحاول يبقى القوام بتاعها ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، ده القوام المناسب. طبعا هدخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده ساعه الا تلت في الرف الاوسط. تمام، بس كده وهتطلع معانا ان شاء الله ممتازه جدا. تعالوا كمان نحضر احلى صوص اقتصادي جدا وهينقل لكم طعم الكيكه في حته تانية خالص، بجد هيفرق معاكم في طعمها جدا. معايا اول حاجه هجيب اي طاسه عندي كده على النار وهحط عليها 3 معالق كبار من السكر. تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده بوزعه كده كويس جدا في الطاسه، وببتدي ان انا احرك الطاسه بتاعتي كده بالشكل ده عشان السكر يتوزع كويس جدا معايا ويبقى كله في سوا بعضه بالشكل ده. بسيب السكر خالص ممسكوش لغايه ما يسيح بالشكل ده ويكرمل معايا. بعد كده بحط مكعب صغير خالص من الزبده وبقلبه كويس جدا كده بالشكل ده. شايفين لغايه ما الزبده تسيح خالص معايا. بعد كده معايا ربع كوبايه من الميه عليها معلقه صغيره من النشا، بقلبها كويس جدا وبنزل عليها على الكراميل بتاعي. تمام، كراميل من غير كريمه من غير لبن من غير اي حاجه خالص، بطريقه سهله جدا والطعم بجد يا جماعه خيال. ما تقلقوش لما يكتل معاكم كده، مع التقليب المستمر هيسيح وهيبقى تمام جدا معانا. شايفين القوام بتاعه؟ كمان لما بيبرد بيتقل جدا، هتشوفوه معايا وانا بحطه على الكيك دلوقتي شكله عامل ازاي. دلوقتي عشان سخن بس خفيف خالص. شايفين بقى الكيكه بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن؟ بجد تحفه جدا، ملت الصينيه شايفين، والارتفاع بتاعها بجد حلو قوي. تعالوا نقلبها بقى كده ونشوف شكلها مع بعض. ارتفاعها بجد هيفرق جدا معاكم، شكله حلو جدا. شايفين الجمال؟ اسفنجيه جدا وهشه جدا. شايفين الكراميل بعد ما تقل معانا شايفين شكله عامل ازاي؟ وعايزه اقول لكم بيخلي فعلا الكيكه طعمها في حته تانية خالص، طعمها بيبقى تحفه جدا يا جماعه. شايفين الجمال؟ انا وزعت كده الكراميل وهحط شويه من جوز الهند. لو مش حابه الخطوه دي عادي جدا ما تحطوهوش يعني، بس انا عشان ولادي بيحبوها فبضطر ان انا احطها كده على الكيكه بتاعتي. بجد هي بتخلي طعمها حلو جدا. ببتدي ان انا اقطع كده الكيكه بتاعتي وتعالى اوريكم شكلها من الجوه، بجد حلوه جدا مرتفعه وهشه وجميله. شايفين الجمال؟ بجد جميله جدا. لازم تجربوا الوصفه دي، بجد هتشرفك قدام اولادك وزوجك، ولو اي ضيف جه عندك هتشرفك جدا. طعمها حلو جدا، ارتفاعها حلوه قوي. شايفين الجمال؟ بجد مفيش احلى ولا اجمل من كده ولا اسهل من كده كمان. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتكون كده وصفاتي بتنول اعجابكم بإذن الله. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير كتير لاصحابكم وقرايبكم عشان يدعولكم على الوصفة الجميلة السهلة دي. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.